الدانتيل الغذائي أو التول الغذائي أو ما يسمى بسكر بديل السكر أو الشبكة، طريقة عمله ومكوناته وطريقة تنشيفه واستعماله وخزنه، كل هذه الأمور وأكثر راح نشرحها من خلال هذا الفيديو. خليكم وياي لنهاية الفيديو وإن شاء الله تستفادون من كل تفاصيله. طبعا هذا الدانتيل مكون من مواد بسيطة غير مكلفة متوفرة بكل بيت، كل اللي تحتاجوه هو أن تشترون السيليكونات الخاصة بيه لا أكثر. اسم الدانتيل باللغة الإنجليزية هو الشوغر فول. السيليكونات الخاصة بيه تكون ناعمة جدا، تنطي شكل التول أو الدانتيل، تستخدم لغرض تزيين الكيك. مقادير الدانتيل الغذائي هي 140 مل من الماء، ما يعادل 2 إلى 3 الكوب القياسي، و15 غرام نشا ما يعادل نص ربع الكوب القياسي، و25 غرام سكر أيضا ما يعادل نص ربع الكوب القياسي. طبعا راح أترك لكم المقادير بصندوق الوصف، وبعدها راح نخلط هذه المكونات مثل ما تشوفون بدون حرارة، وبعد ذلك راح نخليها على النار على نار متوسطة، ونستمر بتحريك المزيج إلى أن يسخن ويتحول إلى اللون الشفاف اللي يشبه بشكله وقوامه شكل الفازلين، ونحاول نحرك بصورة مستمرة بكل الاتجاهات لضمان عدم التصاق المزيج بالمقلاة. لازم نركز بهذه المرحلة، والموضوع ما ياخذ أكثر من دقيقتين أو 3 حتى يكون المزيج وصل للنتيجة والقوام المطلوب مثل ما مبين عندكم بالفيديو. راح يسخن بهالشكل هذا، ونحاول بكل طريقة إنه نحافظ على المقلاة بدون التصاقات. هذا هو القوام النهائي المطلوب للعمل. راح أصب هذا المزيج بكاسة وألونه بلون أبيض جل، وأعتبر هذا اللون هو أساس أضيف بعده أي لون أحتاجه حتى يبرز عندي اللون المطلوب. أخذت جزء من المزيج حتى ألونه، والجزء الباقي راح أغلفه بنايلون غذائي وأحفظه بالكاونتر، ممكن أستخدمه خلال 3 إلى 4 أيام. المهم النايلون يكون ملامس سطح المزيج حتى ما ينشف. بعدها مثل ما ذكرت قبل شوية راح ألون الكمية اللي راح أستخدمها حاليا من المزيج باللون الأبيض، وممكن بعدها ألون بأي لون آخر، المهم الألوان تكون جل مو سائلة. هذه هي السيليكونة الخاصة بالشوغر فول أو الدانتيل الغذائي. طبعا متوفر منها أشكال مختلفة وألوان وأحجام مختلفة، أيضا متوفرة بمحلات المطيبات. طريقة استعمالها سهلة وبسيطة مثل ما موضح بالفيديو. راح أفرش المزيج على السيليكونة بالسباتيولا وأعدله، وبعدها باستخدام الشفرة أشيل الزيادات. إذا بعدكم مستمرين ويانا بمشاهدة الفيديو وحسيتوا إنه ضاف لكم معلومة جديدة، فلا تنسون اللايك وتعليق حلو على ذوقكم. وإذا كنتوا لأول مرة تشوفون القناة وحابين تعرفون أكثر عن صناعة الكيك، فأقدم لكم الكورس المجاني فن صناعة الكيك على قناتي. اشتركوا بالقناة، فعلوا الجرس حتى يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد أنزله ضمن الكورس. طبعا هنا بعد ما أفرش المزيج وأعدله على السيليكونة راح أتركه لمدة ساعة واحدة على الكاونتر، وأرجع أضيف عليه مرة ثانية وأعدل. أما إذا كنتم مستعجلين بالشغل فدخلوه للفرن هو والسيليكونة مثل ما هو هسه بصينية الفرن داخل الفرن لمدة دقيقة واحدة، وتطلعوه تضيفون الطبقة الثانية من المزيج. أكيد راح تسألون هذا الدانتيل طعمه طيب أو لا، فأقدر أقول لكم إنه طعمه طيب وحلو وقريب لطعم المحلبي. واللي راح يسألني إنه هذا الدانتيل ممكن أستخدمه على أي كيكات أو على كيكات مغلفة بشنو، فراح أقول لكم ممكن تستخدموه على كيكات مغلفة عجين سكر، وممكن على كيكات مغلفة جناش، وممكن على كيكات مغلفة كريمة زبد، لكن لا يمكن استعماله مع كيكات مغلفة كريمة شانتيه لأنه راح يذوب. وبعد ما راح نغلف الطبقة الثانية من المزيج راح نتركه لمدة 7 ساعات على الكاونتر حتى ينشف.
وقبل ما أطلع من السيليكونة أتأكد إنه هو نشف تماماً باستخدام اليد، وبعدها أقلب السيليكونة مثل ما تشوفون، وأبدي شوية شوية أسحب الدانتيل من السيليكونة على كيف حتى ما يتمزق عندي، لأنه تعرفون هو بعده طري، فشوية شوية بهدوء، وأبدي أفكه من السيليكونة بهاي الطريقة. حاولوا تشتغلون هذه الخطوة بتأني حتى ما تمزقون الدانتيل مثل ما ذكرت سابقاً. طبعاً ممكن نحتفظ بهذا الدانتيل من شهر إلى شهرين بدون ما يتأثر، وراح أشرح لكم شلون ممكن نحتفظ بيه أو طريقة الحفظ مالته شلون تكون. فإذا كنتوا ناويين تستخدموه خلال فترة قصيرة ممكن أن تخلوه داخل علبة محكمة الغلق وتخلون بيناته قطع كلينس حتى ما يلتصق شي بشي، تمام. وإذا كنتوا ناويين تستخدموه يعني بفترات طويلة أو تحفظوه لفترة طويلة، فتخلوه بداخل كلينس وتغلفوه بيه وتدخلوه بكيس وتحفظوه بكتاب أو مجلة أو فايل من النايلون. بهالطريقة ممكن تحافظون عليه فترة أطول. الفكرة إنه يكون بمعزل عن الهواء حتى نحافظ عليه وما يجف ويتكسر. حاولت من خلال هذا الفيديو أشرح كل ما يتعلق بالدانتيل الغذائي وطريقة عمله وخزنه وتلوينه، فإذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك حبايب، وأهلا وسهلا بكم تنورون القناة بأي وقت. وإذا كنتم من الأبطال وبعدكم مستمرين ويانا لحد هذه اللحظة وطبقتوا هذا الفيديو، أتمنى أشوف